إلى المشايخ، إلى العلماء، إلى الخطباء الذين خرجوا أمام الناس وأفتوا بحكم الانتحار. اتفقنا معكم ولا شك في حكم الانتحار، ولكنني أريد منكم حكما واحدا، أن تخرجوا بفتوى لتخبروا الناس لماذا انتحر الشباب. ألا يتجرأ رجل منهم أن يقول للعالم لماذا انتحر الشباب؟ ولماذا اليوم لا يجد الشاب أمامه إلا حلا واحدا وهو الانتحار؟ لماذا لا توضحوا للناس أن هذا الشاب قبل أن ينتحر قتل في اليوم 1000 مرة ونحرتموه 1000 مرة؟ ماذا عن شاب بلغ 30 عاما وما زال يأخذ مصروفه من والده؟ ماذا عن شاب بلغ 30 عاما ولا يستطيع أن يتزوج أو أن يعف نفسه؟ لماذا تكلمتم في أمر وصمتم عن الظلم الذي جعل الشباب ألا يجدوا في حياتهم إلا حلا واحدا؟ عالجوا المريض، خذوا بالأسباب، ثم إذا مات المريض فلا لوم عليه لأنكم عالجتموه، ولكن تركتم المريض يموت قهرا، جوعا، فقرا، ألما. 100,000 الشباب يتخرجون كل عام يبيعون الشاي في الطرقات. 100,000 من الشباب يتخرجون من الهندسة ومن الطب ومن أكثر الجامعات ويحصلون على أعلى المعدلات، ثم يبيع السجائر في الشارع. تخرج من الهندسة يبيع السجائر في الشارع. اسألوهم لماذا انتحروا، وقبل أن تسألوهم اسألوا الحكام والوزراء. أقول لكم يا أهل العلم، هل رأيتم ابن وزير انتحر؟ هل رأيتم ابن حاكم انتحر؟ إذا أردتم أن تسألوا لماذا انتحروا اسألوا عيون الشباب الدابلة، فإذا العيون تحدثت بلغاتها قالت مقالا لم يقله خطيب. ارحموا هذا الجيل، ارحموا هؤلاء الشباب. أيها الآباء يا من تضيقون على الشباب ارحموهم واتقوا الله. أيها الناس يا من تغلون المهور، يا من تغلون المهور على الشباب اتقوا الله، اتقوا الله. لا يستطيع الشاب لو عمل ليل نهار في الظهيرة وفي الليل والله لا يستطيع أن يعف نفسه. ثم بعد ذلك نقول جرائم الزنا ما انتشرت والله إلا لأننا ظلمناهم. ولمن يفكر في الانتحار إن الحكم الشرعي للمنتحر أنت تعرفه جيدا، ووالله إن هذه الدنيا كلها لا تستحق أن تنتحر من أجلها، وإن هذه الدنيا كلها لا تستحق أن تسقط دمعة من عينيك الغاليتين حزنا عليها. الحياة معركة، لماذا استسلمت؟ الحياة معركة، لماذا رفعت الراية البيضاء؟ لماذا تركت الحمقى ينتصرون وعند أول اختبار هزمت؟ وما جاءت بك أمك للحياة إلا لتنتصر، لا أن تهزم روحك. يريدون قتلك في الحياة، لكن قل لهم لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي رعد وبرق.